السلام عليكم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. النهارده بقى غدانا حاجه كده، يعني من الحاجات المدلعه اللي مش بناكلها كتير، بس في نفس الوقت لما بنعملها بناكل منها كتير قوي. اكلتنا النهارده فشه وممبار. جنبها حشينا شويه فلفل من نفس الخلطه بتاعه الممبار، وشويه مخلل وعيش سخن وشويه فلفل مقلي. وكانت يعني ايه، مش قادرة اقول انها اكلة اقتصادية، لساني صراحة مش هيطوعني. لساني مش هيقدر يقولها في ظل الغلاء اللي احنا فيه. بس في نفس الوقت يعني ما يجراش حاجة لما يبقى فيه يومين او 3 في الاسبوع ندلع البيت، يعني عشان برضو ما يحسوش بالتقشف الشديد يعني. حبة كده وحبة كده. لقطات كده تشويقية عشان ريقكم يجري على الاكلة بتاعتنا النهاردة. وهنا هنبدأ كده واحدة واحدة. وطبعا اي اكلة حتى لو عاوزة وقت او عايزة شغل كتير بالنظام هتبقى سهلة. فهنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونستعين بالله كده، وان شاء الله كل حاجة تبقى سهلة. هبدأ اغسل الاول الفشة بتاعتي. انا بالفعل غسلتهم. الممبار انا جايباه مغسول، ولكن دي الانسة كارما طبعا بتسلم عليكم. آم، هنا الفشة بتاعتي نقعتها بعد يعني اتغسلت الاول. ودلوقتي انا نقعاها في ملح وليمون. بنغسل الحاجات دي ازاي؟ بنغسلها بملح ودقيق، ندعكها كويس جدا. سواء الفشه او الممبار، والممبار بيتغسل على الوشين يعني من جوه ومن بره. وبعدين بنقعهم بقى، يعني بشطفهم وبعدين بنقعهم في ميه بملح بليمون شويه. هنلاقيها يعني زي ما احنا شفنا الميه من شويه كده. فيها يعني معكره، ما بقتش شفافه. بعد كده اشطف بقى حاجتي مرة واتنين وتلاتة تحت الحنفية ومية جارية، وبعدين اصفيهم. ودلوقتي هبدأ اسلق. وانا بشتغل فيهم كنت مولعة على المية تغلي. حطيت فيها بصلاية وورق لورا وهبدأ انزل بقى ايه الحاجة بتاعتي كلها. طبعا الجزار لازم هيديكي زور مع الفشة، فما فيش مشكلة هنفتحه وننضفه من جوه ومن بره ونظبطه. وفي حاجات طبعا احنا يعني ممكن تكون مش مستحبه مش هناكلها، معلش ما يجراش حاجه. اديها للقطه كده زي ما انا اديت الزور للقطه. اكسبي ثواب في القطه. هنا بقى خلاص كانت استوت طبعا. كمان زودت لها ملح وفلفل اسود. المرقه بتاعتها دي طبعا انا ما بستعملهاش في حاجه خالص، فبندلقها. بطلع منها الحاجه بصفيها عشان ما ينفعش افضل سايباها في الميه دي. وهنا هوريكم دلوقتي ان هي استوت فعلا، بقت زبدة. يعني انا الاول جربتها بالسكينة، بس حبيت اجربها لكم كده بايدي. هتشوفوها معايا باينة جدا ان هي مستوية اهي. طلعت كل القطع بتاعتنا، وادي اهي مطلعة سخنة مولعة. طبعا يعني ايه الاكلات دي مش بناكلها كتير. ممكن نعمل معاها بقى الحاجات بقى الكاملة بتاعة المذبح، الكوارع، الكرشة، للي بيحبوا يعني الحاجات دي. هنا بدأت ايه قسمتها وهقطعها شرايح، علشان انا مش هحمرها وهي سليمة كده. عايزة اوصيكوا بحاجة. طبعا احنا في ايام صعبة جدا، والظروف على الكل مش على فئة معينة. الظروف على يعني اللي معاه واللي مش معاه. بس طبعا اللي مش معاه ربنا يا رب يكرمه ويرزقه من وسع. ودايما دايما يا جماعة عليكم بالدعاء. ادعوا ربنا كتير قوي قوي عشان يرفع عننا الغلاء ده. وفي نفس الوقت دايما نقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. ان شاء الله ربنا هيزيدنا وهيبارك لنا في رزقنا وفي ولادنا وفي صحتنا وفي وقتنا وفي كل حاجة. فيعني احنا ملناش حد نلجأ اليه يعني غير ربنا، ومفيش حد احسن من ربنا. هنا هبدأ اعمل اجهز للممبار.
معايا هنا بصل وفلفل، رشيت عليهم ملح، فلفل اسمر، وشوية من البهارات المشكلة. هضربهم في الكبة، وانا من البداية مجهزة الخضرة بتاعتي. وبرضو عايزة انبه على حاجة. في ناس بتقطع الخضرة بتخرطها وهي جايبها زي ما هي، يعني من غير ما تغسلها. بيستسهلوا كده، بيستسهلوا ان تخريطها كده اسهل، ولكن كده انت بتضيعي الفايدة اللي فيها، لان انت بتخرطيها وبعدين بالتراب والطينة اللي فيها تاخديها تغسليها، فكل الفيتامينات اللي في العيدان بتاعتها وفي الاوراق بتاعتها بتضيع في المية. انت كده ما استفدتيش حاجة. فيا جماعة عشان تكون سهلة اغسليها وحطيها في مصفى، سيبيها تصفي ميتها خالص، وبعد كده يا ستي اشتغلي فيها وقطعيها، هتلاقيها سهلة عليكي. هنا جمعت كل الخلطة بتاعتي، طماطم مكعبات، والبصل اللي مضروب في الكبة مع الفلفل، ومعلقة من هريسة الشطة الحمراء، ومعلقة من الثوم، مع شوية الخضرة العسل بتوعنا دول، ووديتهم تقليبة. وشوية طماطم انا مسبكاهم على البوتاجاز من غير اي بصل ولا اي توم. وغسله معايا كوبايتين من الرز، وهحط عليهم شويه حلوين من الزيت. طب كوبايتين رز دول هيكفوا؟ هيكفوا، هيبقوا زي الفل. الممبار مش من الحاجات اللي بتتحشي، يعني مش بنكبسها، ما ينفعش يتكبس حشوه. الحشوه الزياده بتخليه يفرقع في الميه. وهنا حطيت شويه نعناع ناشف، وهقلب كل ده. الريحه بقى مش قادره اقول لكم، كانت جباره. هزود انا بعد شويه معلقه من الصلصه، لاني لقيت هنا اللون مش احمر قوي. وهبدا اول حاجه لقيت عندي ربع كيلو فلفل رومي في التلاجة، فقررت احشيه قبل ما احط الممبار على الحشوه. وهنا قطعت الممبار بتاعي، عملته صوابع متساويه يعني الى حد ما، فبقطعه كله الاول قبل ما اخلي ايديا كلها خلطه وبعدين امسكه، يعني مش هتبقى كويسه. بجهز الاول كل حاجتي. وبعدين كمان كنت عايزه اقول لكم على حاجه. بما ان يعني احنا في ايام غلاء شديد جدا جدا، فانتهزي اي فرصه. مثلا ان شاء الله يكون معاكي 20 جنيه وانت جايه من السوق، هاتي بيها حاجه، كيس رز او كيس سكر. زودي شويه وهاتي ازازه زيت، شيليها ما تخليهاش قدام ايدك بحيث ان انت ما تسحبيهاش. فنعمل حاجه لرمضان، نشيل حاجه لرمضان تساعدنا شويه. يعني انا مش بحب ابدا التشاؤم، ودايما بشوف في فيديوهات كتير كده، يعني بتدي للناس اللي بتشوفها جرعات يأس. هنعمل ايه وهيحصل؟ لا لا لا، سيبيها بقى تمشي زي ما ربنا هيمشيها. ودايما رمضان بيجي بخيره، كله بركة وكله سبحان الله. بتلاقي البيت اتملى، متعرفيش جاية الحاجات دي جاية منين ولا معمول لها حساب. فان شاء الله باذن الله باذن الله احنا بس نعمل اللي علينا، ودايما دايما ندعي ربنا كتير. ادعوا ربنا كتير مع كل اذان، مع كل صلاة. ربنا ان شاء الله هيفرجها باذن الله علينا وعلى امة محمد في كل مكان، عليه افضل الصلاة والسلام. هنا حشيت الممبار بتاعي، وطبعا انا بحشي نص الصباع الممبار، وبعدين النص التاني بسيبه فاضي، وانزل الحشوة في النص الفاضي، وخليه دايما مبطط كده. المية بتاعتي غليت، وفيها برضو بصل، وفيها ورق اللورة، علشان ورق اللورة ده بتعمل لي مشاكل كبيرة، ما بعرفش اقولها مرة واحدة ابدا. اول ما هنزل بالممبار بتاعي، هو الاطراف بتاعته بتقفل، وطبيعي وانا بحشي. بصوا دي الكمية كلها، وانا بحشي بسيب الطرف بتاعه من فوق ومن تحت فاضي، ما بملاش من فوق ومن تحت، بدي مساحة للرز بتاعي انه يستوي وينفش براحته. وادي الفشة بتاعتنا اهي. سخنت شوية زيت او زيت على سمنة، مفيش مشكلة، بس انا هنا كنت حاطة زيت وحاطة معاه مكعبات كده من اللية. اول ما ساحت نزلت عليه بالفش، هديها تشويحة. وممكن هنا اكون يعني ايه، يعني كل مرة ممكن اعملها بحاجة شكل. يعني المرة دي عاملاها ببصل وفلفل، مرات تانية بعملها بتوم وفلفل.
فدي ليها طعم وريحة، ودي ليها طعم وريحة، والاتنين حلوين جدا. اللي بتحبيه حطيه. البصل بتاعي شرايح رقيقة جدا، عملتها بالوش بتاع الكبة اللي هو بتاع الشيبسي الرقيق خالص. هقلب كده، اديتها رشة فلفل اسود، وبرضو انا هظبط لها في الاخر التوابل بتاعتها. والريحة بقى يا جماعة مش قادرة اقول لكم يعني. انا كان بقالي كتير قوي ما عملتش الاكلة دي، وان شاء الله باذن الله نعملها مع بعض في حاجات رمضان. بس ساعتها بقى ندلع الممبار ونحط له كمان شوية لحمة معصجين. ادي الممبار بتاعي اهو اتسلق، ولو هو في وحدات لا قدر الله اتفتحت، كنا هنلاقي الحلة دي مليانة رز. بصوا كده، ده اختبار الممبار استوى ولا لا. بضغط عليه كده، لو لقيت صباعي يعلم فيه يبقى هو كده خلاص استوى. ما تزوديش بقى عليه، اول ما تلاقيه استوى طلعيه على طول على مصفى، علشان لو سبتيه في المية المغلية اولا هيعجن، ثانيا هيفرقع. وادي الزيت بتاعي اهو، وهبدأ احمر. في هنا بقى نقطة مهمة جدا، اوعي يكون مبلول يعني مليان بالمرقة بتاعته وتروحي حطاه في الزيت، عشان ده خطر جدا. ربنا يحفظنا جميعا ويكفينا شر اي حاجة وحشة. اهو بظبط التوابل بتاعة الفشة. و للاسف يعني زعلت جدا، لان كل الفلفلات كلها اللي انا حطيتها للاسف ما كانتش سبايسي. يعني بحس كده ان الاكل سبايسي ده حاجة مشوقة يعني، جميلة بتفتح النفس. وكمان الفلفل الحار ده بيعلي الحرق. وادي غدانا جاهز وبألف هنا.